لا ما انت بقول لك لما بتشتغل مع بلطجي محتاج اعلام بلطجي زيه. ما انت لما بتتكلم عن الآلة الإعلامية. على الآلة الإعلامية مع ناس محترمة. تمام. تتعامل مع ناس محترمة تبقى محترم. تمام. لما تتعامل مع ولكن الأستاذ ممدوح إسماعيل ليه شنودة يا خسيس بتخطف النسوان هل ده يليق في التعامل مع رجل دين؟ يليق امتى؟ يعني في النهاية رمز يعني. مظبوط. وهو رمز كان من 5 سنوات نحترمه. واعلامنا الفاسد يقول قداسة البابا شنودة. ده خطأ شرعي. لا قداسة لمن يجعل لله شريكا. مش عايزين ندخل في الامور الفلسفيه دلوقتي، بس معلش. لا احنا بس بتكلم عليه نحترم الناس، لكن ابدا لا ولكن نحن مأمورين باحترام الديانات الاخرى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان القدوه لنا بالزبط. لما قال هرقل عظيم الروم لما قال على النجاشي قبل ان يسلم قال ايه؟ رجل لا يظلم عنده احد. لما اتعامل مع بابا شنودة اللي يقول ما نعتذرش، لما عملوا السينما الفيلم القذر القبيح مسرحية، لما ما يعتذرش مرة وعن وفاء قسطنطين وما يعتذرش ويعاند ويكابر، فانت خلاص نزلت بقيت مستوايا. ما انت لو راجل عاقل هحترم عقلك لانك بتزن الامور، لكن لما الاقيك انت سبت مهمتك، وده على فكرة مشكلة متى المسكين، مش عارف اقول رحمه الله، مع البابا شنودة، مع الانبا شنودة، ما اقولش البابا وباباهم، مع الانبا شنودة، ان قال له ان رجل الدين للدين هو لله، مالوش دعوه بملك قيصر. لكن شنودة اشتغل مع ملك قيصر، دي الاشكاليه الكبرى. فشنودة تعامل بقى ايه؟ بقى ند للشباب المسلمين. هو اللي اختار. وانا اتمنى على الانبا شنودة يرجع مره ثانيه مكانته بسرعه جدا ويحترم مشاعر المسلمين. وانا قلت له على دريم، وجيت له ده على دريم وعلى اوربت، وقلت له اجبر بخاطر المسلمين وكن رجل عدل. رجل عدل على الاقل لما يتقال ان فيه اخت لنا اسلمت هي مسيحيه، طب طلعها تقول مسيحيه، لكن تتحدى مشاعرنا لا. مشكلتنا الان في اهلنا المسلمين بقى، في خالتي وعمتي ومرات عمك وخالتك، ان ناس قلبهم صافي قوي، وبعض الشيوخ على فكره وبعض الدعاه مشكلتهم ان فاهمين ناس تقول المسيحيين دول يدخلوا الجنه. ما يدخلوش الجنه لانه القران. طب خلينا يعني نبعد عن الامور الفلسفيه، خلينا نتكلم في الازمه. يعني خلينا في الازمه. انا عايز بس علشان ده الشعب مصر، دي اختهم، فهم متخيلين ان دي بنت والسلام على ايه لازمتها. لا، انا عايز ده يشعر كل بيت مسلم انه قاسم انا بافتي اهوت، وشيوخنا وعلمائنا يردوني، كل من يعترض على عودة كاميليا آثم ويحاسب أمام الله وفي رقبته عدم عودة كاميليا. لكن لابد أن تعود كاميليا. جميل. بالقانون تعود، بالمظاهرات لابد أن تعود، وإذا لم تعد والله سيرى المسلمين في مصر أياما أسود مما هم فيه. طيب يعني خلينا نتكلم في موضوع الازمه الحاليه. اتفضل. يعني لما يطلع مظاهرات في الكنيسه بتقول ردوا لنا امنا كاميليا اللي انتوا خطفتوها وانتوا خطفتوها وانتوا وما اعتذرش شنودة. جميل. وتطلع في النهايه انها مش مخطوفه. تطلع في المقابل مظاهرات في مسجد نور في العباسيه منذ ساعات، وده الجديد. هتزعلني منك يا استاذ هاني لانك هتبقى زي اهلنا المسلمين برضه. شوف انت قلت ايه؟ هم اتظاهروا ثم احنا. تمام. احنا رد فعل دائما، ودي مشكله. طب ما ده الواقع. انا صاحب البلد. طب ما ده الحقيقه. لا مصر المصريين كلهم. لا خلينا بس ارجوك استاذ هاني، المصطلحات مهمه ارجوك. تمام. مصر كانت فرعونيه، ثم اصبحت اغريقيه مع الاسكندر الاكبر، ثم اصبحت رومانيه مع الاحتلال الروماني، ثم اصبحت مسلمه. الفراعنه هم اللي اتغيروا ملتهم واصبحوا ايه؟ اغريق. وهم نفسهم اللي تحولوا رومان، هم نفسهم اللي تحولوا اسلام. لما يكون باقيه خليك بس ظلت على اديان، انا عايز بس ارجوك، وده حقهم. فمصر على دماغنا من فوق، لان دي طبيعه البشر بالظبط، وده سنه الله في خلقه. لكن لازم نعرف ان مصر مصريه، تمام، ومش قبطيه. برضو كلمة قبط دي فيها كلمة قبط لا والله ما هي كده أبدا. وفي مشكلة قريبا هفجرها في الموضوع ده. نحن لسنا أقباط، احنا مسلمين مصريين. هدلل النقطة واحدة. هو كان فرعون ايه؟ مصر ولا الأقباط؟ مصر. موسى كان في مصر ولا في بلاد الأقباط؟ مصر. هو حتشبسوت كانت ملكة ايه؟ مصر. هو الاسكندر الأكبر جه يحتل ايه؟ مصر. الله. طيب. أما جت منين أقباط؟ جت في الفترة الرومانية
فقط. بالله عليك خليني في كمال. اتفضل بالله عليك خليني في كمال. اتفضل. لما تطلع هذه المظاهرات في الكنيسه وتنادي رجعوا لنا امنا كاميليا اللي انتوا خطفتوها يا وحشين يا والحاجات اللي اتقالت، تطلع بقى في المقابل مظاهرات في المسجد، ودي اول مره تحصل مظاهرات ندا لمظاهرات، وهو ده اللي خلانا نعمل هذه الحلقه النهارده. اول مره تحصل، اول مره، وده نذير يخلينا ندق ناقوس الخطر لكل المسؤولين والكل اللي بيسمعونا دلوقتي. يا جماعه احنا بالشكل ده هل مقبلون على ازمه؟ لا 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 اطلاقا. الازمه هو ما نحن فيه. تنعدل الازمه وتنفض اذا عاد المسلمين الى قوتهم واستعادوا شوكتهم ويكون هناك اخ اكبر واخ اصغر. لكن اذا كان العيل الصغير عايز يكبر ويناطح الكبير هتساوى الرؤوس وتصبح الفتنه والازمه. لكن لابد ان الصغير يعرف نفسه صغير. اذا نسي نفسه لابد ان الكبير يقول له لا انت صغير، انت قد كده. عشان كده لك حقوق علينا وفي ذمتنا حقوق لك علينا، وان حمايتك مسؤوله، مش العسكر هم اللي يحرسوا الكنيسه، لا، كل مسلم مسؤول عن حمايه هذه الكنيسه، وكل محل لمسيحي مسؤوليه كل مسلم يمر عليه. لكن هم اللي صنعوا العسكر. انت بتتكلم كلام يعني كلام حلو جدا. ايوه. طب انت ازاي متهم من خلالهم ان انت من دعاة الفتنه؟ يعني انت متهم بانك من دعاة الفتنه. متى اكون من دعاة الفتنه؟ لما اكون انا اصبحت اريد ان اكون رجلا في مواجهه الباطل. هم استمرأوا ان احنا بعد كام سنه بدأنا مظاهره. شفت الخيبه؟ فهم استمرأوا عاده ان المسلم يضرب على قفاه، وايه، من اعطاك ما ضربك على خدك الايمن ادر له الايسر، ادر له الايسر، واللي بعد ما تديله الايسر اديله قفاك وكده يعني، والامور تمشي. فالمسلمين شباب المسلمين لا شيخ وراهم ولا عالم وراهم ولا داعيه وراهم، ولكن هذه الغيره والحميه هي من عند الله عز وجل. وأتحدى أي شيخ أو داعية أو مفكر يدعي أن له جهد في هذه المظاهرة. دول الشباب اللي يتحطوا في نن العين، نكحل بيهم عيوننا، بس بنقول لهم اتأخرتم، مش عارف ليه، مش عايز أقولها. طيب. أنا عارف بتأخروا ليه. تنصح الشباب دول أثناء احتجاجهم، وده لهم حق أنهم يحتجوا بإيه؟ أحبابي، أيوة. رقم 1 تحددوا موعد بدء المظاهرة. رقم 2 أنا ما بتكلمش عن دعوة، أنا بتكلم الشباب طلعوا. أنا هقول لك أنا عشان نضبط الشباب العملية طلعوا، ايه الضوابط اللي انت تنصحهم بيها؟ دي اللي بقولها، دي اللي بقولها. ضوابط. رقم 2 تحددوا مدة الزمنية للمظاهرة، كيفية فض المظاهرة، عدم اتلاف اي شيء. ايوه ده اللي احنا عدم التعدي. لا بالظبط. اصل ده مش محتاجينه. ليه؟ لان دول اولاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دول اتباع من؟ اتباع النبي محمد، مش همجيه. الهتافات القاسيه دي تقول لهم دي مش قاسيه. ده بيغزلوا البابا شنودة لسه. ده غزل ليه؟ مع واحد ظلمهم، مع واحد كان في فجر في الظلم، مع واحد بياخد اختي ويعتقدها في مكان مجهول، في مكان مجهول. انا اقول ان الدوله يا اخوانا، انا سادعي ادعاء على مصر، على الدوله المصريه. احنا في عهد العولمه، عهد النظم البراجماتيه، البقاء للاقوى، والقوي يسند الدولة. أقسم بالله طيب لو قام المسلمون قومة رجل واحد في البحث عن حقوقهم لساندتهم أمريكا. طيب دلوقتي في حاجة. نعم. أنت بتتكلم عن المسلمين فقط، طب ما تتكلم عن المسيحيين المعتدلين، المسيحيين اللي هم لا يرفضوا الظلم. شوف يا أخي، أنا هنا أرى بمنظار أبيض ناصع لا يوجد مسيحي في مصر، خاصة أرثوذكسي تابعا للأنبا شنودة يؤتمن. لا مش عايزين يعني نعمم، التعميم خطأ برضه يا في النهاية. معلش أرجوك يعني خلينا نتكلم. لما أقول الكلمة دي برضه أنا بقول لك الكلام ده إعلامي، يعني وحسب عليه قانونا. فلما أقول إن الكلام ده أنا أجيب لك نموذج دكتور، مهندس، عيل صغير، دي فردية، نماذج فردية في النهاية. لا أصبحت الكنيسة كان فردية من 10 سنوات. الآن في غسيل مخ للكنيسة الأرثوذكسية بالتحديد، وخصومة للمسلمين عجيبة. اركب تاكسي، اركب ميكروباص، أي واحد مسيحي تقابله هيتجرأ عليك. يعني ما عادش في حتى نوع من الكياسة في التعامل. الكتب والمنشورات اللي بتنشر اللي اعتدوا فيها على المسلمين، بقول لك أنت آخر من يعلم، أنت آخر من تحرك. يعني كفاية بقى خجلا، يعني كفاية انبطاحا. فأنا بقول اهو، لن نستعيد مكانتنا إلا بعلو الشأن. وأقول نفسي في شيخ أو شيوخ يكون يوصفوا بالرجال،
يجمعوا نفسهم ويروحوا للأنبا شنودة كنيسته يقولوا السلام على من اتبع الهدى، نطلب منك كذا، يخرجوا من عنده إلى وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله، ويعرضوا الأمر عليه، ثم يلتقوا مع أعضاء مجلس الشعب في البرلمان، مش في المقرات، مفيش برلمان دلوقتي ثم على عين وعلى ثم يذهبوا إلى رئيس الجمهورية. وعلمائنا اللي هم مين؟ اللي ظهروا في الإعلام، الشيخ أبو إسحاق ربنا يعافيه ويشفيه، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمود المصري، الشيوخ اللي هم حتى الآن لسه ما اتكلموش، والله لا أقلل من قدرهم ولا علمهم ولا مكانتهم، يعني ولكن كلمة واحدة منكم هي بمثابة جبل كبير ننتظر أن يكون يحمي ظهورنا بمشيئة الله عز وجل. طيب يعني احنا وقتنا انتهى، ولكن في النهاية لابد أن نبعث برسائل. نحن مع الوحدة الوطنية، تتفق أو بتختلف؟ لا، الوحدة الوطنية ما معناها إن أنا زي السلام اليهودي والصهيوني بالظبط، عايز وحدة وطنية من صنف السلام السلام الصهيوني، وحدة حقيقية. الوحدة الحقيقية أن يعرف كل مواطن حجمه، حقوقه وواجباته ولا يتعدى ذلك. البابا شنودة لابد أن يخضع للقانون. تمام. والأديرة كل المصريين والأديرة والكنائس كما يهان المسجد، ومن حق إن زقزوق يقول الأذان يبقى موحد ولا غير موحد، فمن حق برضو الدولة إنها تفرض على الكنائس هذا ما يفرض على المسجد. طيب برضو دور عبادة كلها. نعم. عايز تقول كده بالظبط كده. طيب الفتنة الطائفية، الفتنة الطائفية متى؟ الفتنة الطائفية مصطلح قميع نخشاه يتاجر. لا ما فيش مش ما بقول لك الفتنة امتى؟ فتنة لما يكون عندك ولدين راضعين على بعض تبقى فتنة. لكن لما الكبير يعرف انه كبير والصغير القزم يعرف انه صغير وقزم، وان ده عنده 5 سنين وده رجل كبير عنده 80 سنة، ده 5 مليون ده كذا، طيب. ما بنهضمش حقوقه. لا ده بالعكس، الإسلام يعطي الحقوق، فلا بد أن تعود الكنيسة إلى حجمها الحقيقي، ويعود شنودة. وواحد زي الغجر بتوع المهجر، ليه ما عندناش ناس زيهم؟ ليه ما عندناش ناس زيهم؟ وأتمنى نداء من خلال قناة الخليجية مع حضرتك، أتمنى منظمة كير لا تنفرد بوجودها في لقاء الرئيس مبارك في أمريكا، ولكن لابد من خروج 100 متظاهر مسلم يستقبلوا الرئيس مبارك بالورود والزهور. نتمنى ولا يترك المساحة للعملاء والخونة والبلطجية وغير ذلك. وبالظهور نختم لقائنا. وبالظهور نختم لقائنا. وكما التقينا بكم يعني هنسيبكم، ولكن قبل ما نسيبكم بس نبعت الرسائل. نحن مع حق كاميليا المصرية المسلمة أن تظهر في وسائل الإعلام، لن يأتي الحق إلا إذا كان له مطالب، وتقول نعم هي مسلمة أم غير مسلمة، هذا حق مشروع. ونحن نتحدث عن كاميليا المصرية. نحن نريد من جميع المصريين أن ينضبطوا بضوابط القانون، والقانون يسري على الجميع، لا يكف ولا فرق نعم. بين مسلم ومسيحي تحت القانون، والقانون مظل للجميع. في النهاية بشكر ضيفي العزيز الأستاذ أحمد عبد الله أبو إسلام، بشكرك على حضورك معايا، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى لقاء جديد يجمع بيننا وبينكم. لكم مني كل تحية وإلى اللقاء. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، وبقاله زمان لأنه معانا.